على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن واكتر. لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء في هذا الباب الأول سؤال: ما الغاية، ما الثمرة من إرسال الرسل؟ الله عز وجل خلق كل شيء، وخلق بني آدم وكرمهم، ولقد كرمنا بني آدم. ومن هذا التكريم أرسل المرسلين منهم، ولذلك لا ترى رسولا من الجن. وأرسل المرسلين من بني آدم من الذكور، أن المرأة لا تصلح أن تكون نبيا. لماذا؟ لأن فيها من النقص عن الرجل ما يجعلها وراءه والرجل أمامها، وكمالها بالرجل الذي تسير من ورائه. إذن الرسالة لأنها مرحلة عليا إذن كانت في بني آدم لأن الله كرمه، وكانت في الرجال لأن الرجال أكرم من النساء، وبعد ذلك كانت في رجال مخصوصين لهم صفات تؤهلهم، ولهم سمات تجعلهم مرسلين من الله رب العالمين إلى الذين من حولهم. العباد يحتاجون إلى من يوجه. هل رأيت جماعة من الناس يسيرون بلا موجه فيهم؟ طالما جماعة إذن لابد لهم من إيه؟ من واحد يوجههم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا. لماذا؟ لأن الإمارة للجماعة أمر لا بد منه حتى تصلح الجماعة بأميرها. إذن الغاية من إرسال المرسلين أن الله تبارك وتعالى لما خلق بني آدم أراد منهم أن يسيروا على خط معين. من الذي سيعرفهم هذا الخط؟ رسول من عند الله. إذن الرسول مهمته أنه يبلغ مراد الله إلى عباد الله. المطلوب الذي طلبه الله عز وجل من عباده يبلغه رسوله إلى العباد. لذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد من العباد شيئا، وما أريد أن يطعمون، يعني أنا لا أريد من العباد أن يأتوني بطعامهم وشرابهم ليكون لي أبدا، أنا لست على شاكلتهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس إذا صار واحد منهم أميرا على جماعة
ماذا يفعل؟ الجماعة الذين من تحت يده يقومون على رعاية شؤونه، يعني يأتون له بطعامه وشرابه. هل الله عز وجل احتاج إلى مثل هذا؟ لا، حاشا لله. هو يطعم ولا يطعم، هو يعطي ولا يعطى. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق بالتشديد، بمعنى أنه يجعل الرزق واسعا شاملا، بحيث يرى الحي كل ما يحتاج إليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك يقول الشيخ: إن الأنبياء والرسل رغم وجود فروق بينهم من ناحية المراتب والدرجات، إلا أنهم يشتركون في شيء واحد، وهو أنهم أناس يعني من الإنس مختارون. إذن ليس الرسول رسولا من عند نفسه، وإنما هو إيه؟ باختيار ربه. الرسول اختاره الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إذا معنى هذا أن الله اختار هؤلاء الناس، اصطفاهم، تجلت عليهم صفات مولاهم، يعني صفات المولى عز وجل تجلت في هؤلاء. يعني الله كريم والنبي كريم، الله عز وجل عليم وعلم النبي من علمه، فصار النبي عالما وعليما. إذن الأنبياء اصطفاهم ورباهم. ونحن نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما ولد كان أبوه قد مات وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، وأمه ماتت وهو في سن السادسة، يعني قبل أن يصل إلى مرحلة التمييز، لأن مرحلة التمييز هي بداية الحياة. ما قبل التمييز لا يدرك. ولو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مؤهلا وكان على استعداد مبكر، إلا أن الله عز وجل لم يتركه لأحد أبدا. مات أبوه، ماتت أمه، وصار النبي صلى الله عليه وسلم مفردا بلا أب ولا أم. لماذا؟ حتى يربيه رب العالمين. إذا من الذي رباه؟ الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. معنى أدبه يعني صنعه على عينه. واصبر لحكم ربك فإنك إيه؟ بأعيننا. يعني قال لسيدنا موسى: ولا تصنع على عيني. لكن ما الذي قاله لرسول الله؟ قال: فإنك بإيه؟ بأعيننا، أنت في عيني يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن اصطفاه الله عز وجل ورباه على صفاته، وفضلهم على العالمين، وجعل قلوبهم
مقتصرة عليه لا تحوم حول أحد غيره. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لم يفكر أبدا في الارتباط بأحد بعد الله عز وجل، يعني صلته بالله هي كل شيء في حياته حتى قبل البعث. لماذا؟ لأن الله هو الذي تولاه ورباه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في عرض الموضوعات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤثر فيه حياة المشركين التي كانت من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعبدون الأصنام. هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر يوما أن يذهب إلى الصنم ليعبده؟ لم يحدث هذا أبدا. ولذلك سيأتي في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم في يوم قال له عمه يعني تأتي معي يا محمد، فقال أنا لست من الذين يذهبون إلى عبادة الأصنام بهذا المعنى. فصاحت واحدة من نساء البيت اذهب يا محمد مع عمك. فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب على استحياء، يعني إذن هو لا يريد أن يذهب، وإنما لأن عمه طالب ولأن النساء في البيت يعني دفعنه ذهب. حتى إذا اقترب من ساحة الذين يعبدون هذه العبادة الباطلة سمع صارخا ينادي، صارخ ارجع يا محمد، ارجع يا محمد. رجع رسول الله. لماذا؟ لأنه في عين ربه تحت رعايته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى ومربى، وما استطاعت الدنيا بأسرها أن تؤثر في نبي أبدا، لأن الله صنع الأنبياء على عينه ورباهم تحت رعايته. وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر ويقول كل واحد فيكم أدبه أبوه ربته أمه، أما أنا فأدبني ربي فأحسن تأديبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيه مولاه وإنك لعلى إيه؟ خلق عظيم. من الذي رباه على هذه الأخلاق العظيمة؟ الله عز وجل. يقول الشيخ أكرمه الله قال ومثل جميع الأنبياء والمرسلين اقتصر نظر نبينا صلى الله عليه وسلم وبدرجة أكبر على ربه، لا ينظر إلى أحد سواه، فلم ير شيئا غيره، فهو منذ أن فتح عينيه على الدنيا رأى ربه، وعندما أغمض عينيه الإغماضة الأخيرة قال اللهم الرفيق الأعلى، يعني عاش لله ومات لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. يعني هذا ليس من عندي وإنما بإيه؟ بأمر ربي، وبذلك أمرت. وقال وأنا أول المسلمين. لكن نحن إذا قلناها في افتتاح الصلاة علينا ألا نقول وأنا أول المسلمين، إنما تقول وأنا إيه؟ من المسلمين. لكن أول المسلمين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنستمع
إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، يعني وهو مريض يعوذ نفسه: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كان يتعوذ بهذه الآيات وهو مريض. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل، يعني لم يستطع أن يعوذ نفسه بنفسه، قالت السيدة عائشة: أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع. يعني أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذت هي ومسحت بيد رسول الله على رسول الله، لأن الذي يتعوذ في يديه ثم يمسح ما استطاع من بدنه. ولذلك هذه سنة قبل النوم، يعني قبل النوم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة في أيدينا، وأن تقرأ بعدها الإخلاص 3 مرات، ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق مرة، وقل أعوذ برب الناس مرة، وقل يا أيها الكافرون، ثم تنفس، يعني تنفخ. بعد النفث، وهو النفخ الذي فيه يعني بعض الرذاذ، عليك أن تمسح الوجه وأن تمسح البدن. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله، ففيه العافية. وعند المرض تفعل هذا أيضا كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل على رسول الله أخذت بيد رسول الله حتى أصنع بها ما كان يصنع رسول الله، يعني تقرأ ثم إنها تمسح بيد رسول الله على رسول الله صلوات الله عليه. ماذا فعل رسول الله؟ انتزع يده من يدي، يعني منها، وقال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. يعني أخذ يده منها ودعا الله عز وجل وقال: اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني مع الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. عاش لله ومات لله ورحل من دنياه إلى مولاه في رياض الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. إذن الحياة الدنيا كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة لله، لا يرغب في الدنيا لأنها هي رغبته أبدا. ليست الدنيا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد الآخرة. واقرأ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من إيه؟ من الأولى. يعني الدار الآخرة هي مقصد رسول الله، وأما الدنيا فهي موصلة. إذن الدنيا توصل لكنها ليست غاية، وعلى المسلم أن يكون كذلك.
الدنيا ميدان عمل والآخرة هي الأمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال، كانت الدنيا بالنسبة له مدرجة، سبيل، طريق يصل من هذا الطريق إلى الله عز وجل، يعيش في دنياه مع الله ليخرج من دنياه إلى الآخرة أيضا مع الله رب العالمين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن رضا الله تبارك وتعالى هو المقصد الأسنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراده أيضا لأصحابه والذين آمنوا بالله ورسوله. يقول صاحب الكتاب: فمن الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرغب بالرفيق الدنيوي بل بالرفيق الحقيقي وهو ربه، وكان يرغب في الوصول إليه في بعد آخر، يعني في حياة أخرى، وللآخرة خير لك من الأولى. لذلك دخل سيدنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه اعتدل وكان نائما على حصير. حصير معروف عند أهل مصر بأنه من أعواد خشنة، أعواد الحصير مشهورة، وكانت في القديم يعني كان الأزهر يفرش بالحصير، ولكن الحصير خشن، يعني من نام عليه من جلس عليه يشعر بالتعب. فلما اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت آثار الحصير على يد رسول الله. طبعا إذا ظهرت على يده إذن هي على جنب رسول الله. فدمعت عين سيدنا عمر. لماذا؟ لأن سيدنا عمر يحب رسول الله، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ذهب فكره إلى هؤلاء الذين يعيشون في الدنيا ككسرى وقيصر ويتمتعون بدنياهم، فدمعت عينه لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دنيا أقل من هؤلاء. أحس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى فقال له: ماذا يا عمر؟ يعني لماذا تبكي؟ يا رسول الله، هؤلاء كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وكلابهم بسلاسل الذهب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. هذا تصور من سيدنا عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حقه أن يكون على حظ في الدنيا. هذا تصور من أهل الكرم، يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة؟ يعني نحن لسنا لهذه الدنيا، وإنما دنيانا توصلنا إلى الآخرة، والآخرة خير من الأولى. إذا من أخذ الآخرة هانت عليه الدنيا،
وأما من أراد الدنيا فقط فإنه يبحث عن متاعها وملاذها وما فيها من أنماط الحياة. ثم قال يا عمر هؤلاء أقوام عجلت لهم طيباتهم في دنياهم، يعني هؤلاء الذين نظرت إليهم بذهنك وقلت إنهم ينامون على الحرير والديباج وكلابهم بسلاسل الذهب، هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في دنياهم وليس لهم في الآخرة من نصيب. إذا نصيبهم في الحياة هنا في الدنيا. أما ترضى أن تكون لنا الآخرة؟ لأن الله عز وجل قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الدنيا على أنها مرحلة توصله إلى المرحلة التي يريدها عند الله وهي الآخرة. إذن فما السبب في مجيء هؤلاء الأنبياء والمرسلين ولا سيما رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا وهم الذين عاشوا من لحظة مجيئهم إلى الدنيا حتى وداعهم وفراقهم لها هذا الطراز من العيش، يعني عاشوا عيشة في بدايتها. إذا ما الذي جعلهم يعيشون في الدنيا على هذا الحال؟ لماذا جاءوا؟ ولتحقيق أي غاية وهدف أرسلوا. إن فحص هذا وتحليله مهم لنا، وذلك لسببين رئيسيين. لا بد أن نقف عند مرتبة النبوة وأن نقول إنهم عاشوا حياة روحية أعلى. إذا الأنبياء لم يكونوا ماديين وإنما كانوا يقومون على تربية النفوس وتربية القلوب، وهذا هو الذي فقدناه في زماننا هذا. الناس يقومون على تربية الأبدان في أولادهم ولكنهم فقدوا تربية القلوب والنفوس في أطفالهم، مع أن الواجب أن تربي القلب والنفس أولا، وبعد ذلك لو أنك ربيت البدن وذهب شيء من تربية البدن، يعني هناك تقصير في تربية البدن مع الكمال في تربية النفس والروح، لرأينا طفلنا الذي ربيناه روحيا ربيناه من قلبه، لرأيناه وإن نقص شيء في تربية البدن لهان عليه الشيء الذي فاته في البدن. لكن رأينا العكس في هذه الأيام، يربون أبدانهم ويتركون نفوسهم. إذا الأنبياء لم يأتوا لتربية الأبدان، تربية الأبدان سهلة، لكن جاءوا لتربية القلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يعني ليست التقوى في البدن إنما التقوى في أي مكان، القلب. لذلك سنرى إن شاء الله تعالى هذه الصفات التي قام عليها العلماء أخذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحوها أولا من رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مربى وكانت تربيته في قلبه أولا. ربى الله قلبه وزكى روحه وكمل بدنه
حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاملا في روحه، كاملا في قلبه، كاملا في صورته، كما هو كامل في معناه، وبذلك يصلح أن يكون رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، لأن رحمة العالمين لا بد أن يكون كاملا في معناه وفي مبناه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، الدنيا كمن واكتر. لو قلت اوصفها مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ياما فيها مخلصين يا ما شاء الله. وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله بدعي لهم رب السما وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله.